اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لاعلى المحتوى. لو انت مش متابعني على انستجرام فهتلاقي اللينك في الديسكربشن تحت. فيلا بينا نبدا. يلا بينا. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا وتقريبا بيمسنا كلنا، التقليد الاعمى، واللي بقى اسلوب حياه عند ناس كتير قوي حوالينا. الترند هو اللي بيحركنا، بقينا عايشين على الترند، محدش بقى ياخد قرار او يتحرك غير لما يبص ويشوف الاول الترند بيقول ايه. جوجل ترندز او هاشتاجات تويتر او حتى الترندز بتاع التيك توك بقوا اهم من العيال ذات نفسها. ناس ممكن تهمل عيالها بس المهم عندهم يشوفوا الترند النهارده عن ايه. ناس كبيره بس بيتصرفوا كانهم عيال صغيره. بقينا نشوف مشاهد غريبه، ناس كبيره في السن فاتحين الكاميرا وبيتنططوا قدام الموبايل كانهم عيال صغيره. فين الاحترام وفين الوقار وفين حتى احترام بياض الشعر؟ الشعره البيضاء ما بقاش حتى ليها اي اعتبار، وشباب صغير عايش على اللقطه. الفكره ان الشباب الصغير لا فاهم حاجه ولا عنده هدف. المشكله بتاعتهم ان هم لا فاهمين حاجه ولا عندهم هدف. هو كل القصه وكل الشاغل ان هم يجمعوا شويه مشاهدات على لايكس على كومنتس ويظهروا شويه، ومش مشكله بقى بعد كده احنا خدنا اللقطه. التقليد الاعمى يعني تمشي ورا الناس من غير ما تفكر. التقليد الاعمى ببساطه انك تعمل الحاجه ولما تتسال انت بتعملها ليه، يا عم ما كله بيعمل كده. طب انت فكرت في الحاجه دي؟ انت لو فكرت فيها هي صح ولا غلط، ولا انت بتعملها ايه السبب او ايه الهدف من وراها، ولا اي حاجه. وده بيحصل في كل حاجه على فكره، الدين، الثقافه، السياسه، اللبس وغيره. ناس كتير دلوقتي بتجري ورا الشهره باي ثمن، ينزلوا محتوى جريء، مواضيع حساسه، فضايح، كذب، اي حاجه، المهم انها تجيب مشاهدات. بس نرجع ثواني، طب ما الشهره كده خطر. في ناس بتفقد خصوصيتها، في ناس بتتشير على قفا ناس تانية، في ناس بتفقد سمعتها على حساب ناس تانية. الفكره الاساسيه ان الشهره عمرها ما كانت غايه، الشهرة هي نتيجة. المفروض ان الشهرة تكون نتيجة لمجهود حقيقي مش هدف في حد ذاته. يعني اشتغل، طور نفسك، اتعلم، علم، وهتكون نجم، بس عشان انت تستحق ده. الشهرة المزيفة دايما بتقلل من قيمة المحتوى ومن قيمة الشخص اللي بيعمل المحتوى. اللي بتشهر بالكذب او بالاثارة المؤقتة مش بيأذي نفسه بس، ده بيأذي الانترنت كله، بيخلي الناس تزهق من كل المحتوى حتى المحتوى المفيد. بس نرجع ننوه عن حاجة، مش كل الناس كده. في ناس بتتعب وبتشتغل بضمير، تنجح بشكل نظيف ومحترم جدا، وبتكسب شهرة وفلوس وفرص حقيقيه. خلينا متفقين على قاعده معينه، استخدم عقلك. التقليد الاعمى مش هو الحل. خلينا عارفين بس نقطه، ان ربنا ما خلقناش ننسخ بعض، ادانا عقل عشان نفكر بيه، عشان نبدع، عشان نختار، عشان نميز بين الصح وبين الغلط. مش كل حاجه بنشوفها بنجري وراها، مش كل قصه نجح فيها شخص هتنفعك زي ما هي. الحقيقه المره شباب كتير ضايع بسبب التقليد. بقينا نشوف شباب جميل عنده طاقه وموهبه بس ضايع ما بين تقليد المشاهير بتوع كرة القدم وبين البلوجرز وبين الفنانين وغيره. ويا ترى كل ده عشان ايه؟ كل ده عشان ياخد كام لايك وخلاص، شبيه فلان، شبيه علان، وهكذا. لو عايز تقلد انت ممكن تقلد، بس ما تقلدش بالظبط. وتقلد مين؟ ده السؤال المهم. لو عايز تقلد قلد عالم ناجح، راجل اعمال ناجح. ممكن ان انت تقلد حد بسيط بس عنده ضمير، مش لازم تقلد شكل حد او تفكيره بالملي، ممكن تاخد منه تفكيره وطموحه وتطور عليه. في الاخر كان في مثل بيتقال، العقل زينه، والحقيقه ان اللي مش بيستخدم عقله عمره ما هيطلع خطوه واحده لقدام. لو فضلت ماشي مغمض خليك عارف ان انت هتقع في قلب حفره انت مش شايفها. فكر، قيم، اسال نفسك، انا بعمل ده ليه؟ ده صح ولا لا؟ ده هينفعني ولا لا؟ واجابتك على الاسئله دي هي اللي هتحدد انت هتعمل ايه. وبس كده، دي تكون نهايه حلقه النهارده. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعملني بلايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس. اشوفك الفيديو الجاي. سلام. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.